السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الصوت مليح نورمالمون. أكدوا لنا على الصوت برك. خالد، الصوت برك بارك الله فيك. توفيق، السلام ورحمة الله. كرامة وشلا خويا لاباس. كتبت بيلو ان زد والله ما عرفتكش. ربي يبارك فيك الرئيس، شكرا. نستناو طراشي يطلع شوي برك نسبة المشاهدة برك باش نقدروا نكونوا واضحين في واحد الأطروحات، نوضحوا شوي واحد الأمور يعني بربي إن شاء الله. ربي يبارك فيك. أو راسيس. باي باي. بون، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. نبداو إن شاء الله. اللايف هذا راح نديروه إن شاء الله على جال الخرجة الأخيرة اللي قدام اللي صارت قدام صندوق المعاشات، ومنطون الأحداث المتسارعة اللي صارت في 48 ساعة هذه الأخيرة. بالنسبة للملف نتاع محاربي العشرية السوداء، أنا ثاني لايف هذا هو اللي راح نديره إن شاء الله. كان عندي لايف ديجا من قبل وهضرت على الانشغال تاع الزملاء تاع محاربي العشرية السوداء، وقلت ماذا بيا ما نزيدش ندير لايف على القضية، ولا تمنيت انها تتسوى يعني في ظروف احسن، لكن للأسف يعني ديما كاين مستجدات وكاين امور اللي تخلي الانسان انه ديما يعاود يجدد النضال تاعو. في عجالة، المحاور التي سنتطرق لها في هذا البث المباشر هي نبدأ بالنقطة الأولى، توضيح يعني بعض النقاط حول الخرجة الأخيرة أمام الصندوق الوطني للمعاشات العسكري. احنا كنا تقريبا من شهر قبل شهر رمضان بيامات كنا نحضروا للخرجة. درنا زعما حاولنا باش نديرو اعتصام وطني، حاولنا يسمى باش نديرو النقطة ونسقو مع التنسيقية ونديرو خرجة يعني تكون كبيرة وتكون يعني بحجم القضية وبحجم الأشخاص اللي
حجم الأشخاص اللي يطالبوا بالتسوية، وهما أكثر من 100,000. لكن للأسف الشديد هبت الرياح بما لا تشتهي السفن، وهذا متوقع. هذا متوقع لأسباب كثيرة، والأغلبية اللي حضروا ثم، خاصة 30 اللي كانت حاضرة، اللي كانت 30 تقريبا 30 اللي كانت حاضرة يعني في قدام الصندوق، سمعت وفهمت وش كان صاري وكيفاش حتى صرا المشكل هذا، وشكون اللي كان فيه شكون اللي دار الأسباب هذه تاع باش ما نجتمعوش، وكيفاه كان التليفون يخدم المهم هذه ما نرجعوا لهاش، لأنه هذو أمور شأن داخلي كما نقولوا، نقدروا نعالجوه في بعضنا ونشوفوا كيفاش نفريوه. كان الهدف، كانت الناس قالك درتو قائمة ودرتو قائمة. القائمة كي تندارت حقيقة هي تندارت قائمة، لكن كانت القائمة تندارت على لازم الناس تفهم باللي الناس اللي كانوا قاعدين في القهوة الساكودو داوه للحبس. والدليل ها هو كي القائمة عندكم تسمى، كل راكم عن بالكم بها. في قهوة ذنبه الوحيد أنه عسكري سابق، ولات تهمة عسكري سابق ولات تهمة. كاين ناس في السبيطار داوهم اعتقلوهم. الحكمة تاع القيادة تتطلب بعض الأحيان أنك تركب حيل، وحنا درنا حيلة هذاك سما تلمو، حنا عولنا على الغاشي يجي، عولنا على الفيكتيف يكون، لكن للأسف الفيكتيف ما كانش. كثر خير بوناب جاتو حيلة في راسو، قالك نديرو قائمة وكما نقولو حنا باش ما يتقاسوش الجماعة، لأنه هو قالنا هذاك المساعد الأول هذا الرئيسي هذا ستانا جودون شاف، زادو تما القرات جديد هذا اللي داروه، قالك أخويا أنا عندي تسخيرة، هو والكوموندون واقفين مع بعضهم، قالك عندي تسخيرة أني نعتقلكم وكل. احنا باش ما تصراش لينا كيما صرات الجماعة الآخرين اجتهدنا، والاجتهاد حتى في الدين يقولك من اجتهد وأصاب له الأجرين، واجتهد وما أصبتش لك الأجر. حنا الحمد لله الاجتهاد نتاعنا أننا الجماعة اللي حضرت معنا ما يصرى لها والو، دركم بعد راح لجهة واحدة أخرى كش ما صرالو علمو لله. أنا المهم ليسونسيال الناس، أنا وصلت جوي 6:30 تاع الصباح، وصلت أنا وبوناب، وصلنا لثما، وصلنا لصندوق المعاش أنا وبوناب وواحد سوكراسي معنا ثما، واحد الإنسان طيب هكا ربي يبارك، وتلاقينا لثما. احنا الأولين جوي 6:30، ومن بعد بقينا نعيطو للناس بالتليفون. احنا تفاهمنا قبل بليلة وعيطنا للناس وسمى بحضور. كاين الناس تلاقينا في بودواو، أعطيك حتى البلاصة اللي كنا فيها تلاقينا في بودواو مع جماعة بزاف، وعيطنا للناس بزاف وهضرنا معاهم وقلنا لهم يا خاوتي غدوة على 7 قد نتلقاو أكل قدام الصندوق. للأسف حتى 10:30، للأسف حتى 10:30 عدد الحضور ما يفوتش يا ربي 50. عدد الحضور 50، يعني احنا من 6:30 وحنا واقفين حتى 10:30، عدد الحضور ما يفوتش 50. يا أخي موش منطق هذا بالنسبة للخرجة. حنا بغينا نحاول نوضحوا الأمور للناس اللي تقولك درتو قائمة. القائمة أنا عم بالي بلي راك تروح من ثم ديريكت لابوبال، ما يشوفوا ليها ما يحوسوا عليها. حنا درنا هما يشوفوا فينا باللي ضغطنا عليهم، وحنا نشوفوا باللي لازم نمنعوا الناس اللي معانا ما يصرى لهم والو.
درك هذا اجتهادنا. الا كان راح تلومونا على الاجتهاد هذا، واش راح نقول لكم؟ هذا هو الجهد، هذا هو تفكيرنا، وهذا واش قدرنا نديرو. الا كان رانا صحاح، انا تبان لي الناس كي روحت لديارها الحمد لله، انا هكا نشوف فيها، والعلم لله. نرجعوا للنقطة الثانية، أنا هذا اسمه بالنسبة لي التوضيح، باش الناس ما تفهمهاش باللي رانا درنا قائمة، والقائمة درناها على أساس أننا كي شغل نتماطلوا باش يلحقوا الجماعة. الله غالب، والناس اللي حضرت راهي شافت، الناس اللي حضرت 50 هذه قادرين تسقسيوهم يقولوا لكم باللي صح ما حضرش الغاشي، وهذا موش ذنبي. أنا تفاهمت معك على السبعة، نتلاقاو قدام الله كاس، موش ذنبي. واحد يعيط كي يقول لك أنا هذا كون مديماري من ولايته، ما يتصلحش. وقت تدخل العاصمة انت اللي في العاصمة ويلصق في لومبوتياج هذاك ولا اخر سيركيلاسيون هذيك. وكيفاه انت من ولايتك راح تلحقني ثم؟ على قداه نقدر نحكم لك انا البلاصه، على قداه نقدر ندير الاعتصام ثم. ولبسونا باش يضربونا، وقال لك جبد عليا اللي حنا جبدنا، زادو جابونا لابوليس. يسمى حتى الوقت اللي كنا نربحوا فيه باش نلموا الغاشي ما كانش. هذا موش ذنبنا تبلي، حنا درنا اللي علينا قدرنا نديرو درنا. كنتو تقولوا الخرجه خرجنا. قبلها بليله كنا في مفتاح، بين الاربعة ومفتاح وبوقارة، حكمونا لابوليس، خرجونا حتى الطريق لوتوروت قريب الخرجة تاع الجي باش خلاونا. ولينا بيكينا البودواو، خبي وهزوا زادوا لي ماتريكيل تاع الطاكسيات لونساوهم. واش راح نديرو حنا؟ هذا هو الطرح، هذا هو حنا تفاهمنا نخرجوا مع بعضنا. قالك حقا وما كي قالك نتفاهموا نتلاقاو في مفتاح، رحنا مفتاح لقيناهم خرجوا من مفتاح راحوا للربعة على الغابة. لحقناهم دخلنا في بلايص والله العلي العظيم اللي يشوف فيه مؤمن. من بعد جينا خارجين عاودنا درنا قلنا نخرجوا على الطريق الكبيرة نتلاقاو، خرجنا على الجنانات باش نتلاقاو بين الاربعة. حنا وصلنا لي زيليكو زادو قدموا حاحاهم زادو رجعوه من هي جهة مفتاح، وبين مفتاح والاخر قريب 14 كيلو. واش راح نديرو لها حنا بوقارة؟ هذا هو الجد. واحد لا قدر يسيطر. وحتى المشطوبين اللي كانوا معنا تلاقينا مع بولال، حتى المشطوبين اللي كانوا ثما ظروفهم بعد ما لقاوش وين تسمى كيما نقولوا حنا، حتى هما نضروا في الفايفيا هذاك الكليمونجانو. قلنا نقسمو، نخرجوا الضغط اللي عليهم نقسموه نديوه لجهة دال ابراهيم، وما نخليوش لا شارج عليهم. الله غالب الغاشي ما جاش، واش راح ندير له انا؟ الناس اللي في الفيسبوك اكثر من اللي يحضروا للميدان، واش راح نديرو؟ هذا هو الجهل. باش ما نبقاوش في النقطة هذه نزيدو نفوتو لنقطة أخرى. بالنسبة الخرجة هذه المتوقعة من طرف بعض الحاقدين على محاربي العشرية السوداء، هذا ناتج عن قانون المصالحة، والذي لم تشرك فيه الفئة المعنية وهم محاربي العشرية السوداء. حنا قانون المصالحة نهار تندار ما شاركوناش فيه، تندار بطريقة سياسية مع الحكومات السابقة اللي فاتت في الهدى هذه 20 سنة هذه اللي فات. تندار سياسيا وتندار عنده أغراض وعنده أموره، ما كانوش يشوفوا فيه واحد الجانب هكا اللي لازم يشاركوا فيه الجماعة نتاع العشرية السوداء.
سينو كان موش هذا هو ما يكونش بالطريقة هذه اللي اليوم يخرجوا الكناس يوليو يهضروا في الهضرات هذو تاع يسبوا في العسكر ويسبوا في. انا نفتح قوس برك يعني بالنسبه للسلطات مادام ممكن يلحقهم هذا اللايف هذا. انا نفتح قوس هنا مادام بدات الخرجات هذه نتاع جماعة هذول الجماعة اللي راهي تهدر وتسب في الناس السابقين تاع المؤسسة العسكرية. أنا نحذر حذاني من المستقبل وخاصة من هذا الصيصان، لأنه الحقد اللي هازينه جهتنا أكبر مما توقعون. ما لا نتمنى أن الدولة تلاحظ شوية هذا الأمر هذا، وإحنا رانا نقولوا حذاري من المستقبل. المنعرجات بزاف، والوضع الأمني العالمي موش غير عندنا احنا برك، العالمي والمغاربي والإفريقي والعربي وشمال إفريقي أوروبي و راي خلوطة كبيرة. احنا نطلبوا من الدولة أنها تسرع الملف هذا تاع المشطوبين وتخدموا بطريقة صحيحة. ثالثا احنا نتوجهوا لهنا، نوجهوا الكلام تاعنا إلى أصحاب القرار في الجزائر، حيث لاحظنا بعض الإعوجاج في الطريقة المراد بها تسوية ملف محاربي العشرية السوداء المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي جميع الفئات. ما يخفاش عليكم باللي ملف راهو فيه 13 سنة أو أكثر، فات الوقت المحدد نتاعو باش يتسوى. أنا تبالي مادام فتحتو مدة 3 سنوات فتحتو باب للحوار مع هذا الفئة والفئات أكل باش تسويو الملف نتاع المشطوبين بجميع الفئات، وطلبتو منا أننا نديرو ملفات. ما بقاش دروكا باش نبقاو نهضرو على ملف والدليل على الشي هذا راكم شتو العرض، ولا تخرجت ناس وحدة أخرى كانت راقدة قده نسنا بفضل الرجال اللي ضحات البلاد قفلت هذا الملف. واليوم هم خرجوا واحد الصيصان جدد هم يهضروا على هذا الفئة هذه. احنا ماناش راح نحبسوا المطالب تاعنا، وهما ما همش راح يحبسوا على الهضرة هذه، والهضرة هذه راح تجيب حوايج وحدة أخرى. إذن من الغباء أنه الإنسان يشوف في الوضع اللي رانا ماشيين فيه ويزيد يخلي هذا الشيء هذا يبقى. احنا ماناش حابسين، مادام فينا الروح انا ماناش حابسين على المطالب تاعنا، اكيد ماناش حابسين. بصح اسكو الناس الطرف الاخر اسكو يستغل هذا الملف ولا ما يستغلوش؟ وكا احنا الناس اللي راه هي كاينه علاه قلت نوجه كلامي للناس اللي لاصحاب القرار في الجزائر. دوك الانسان هذا ما يخليش نفسه حتى يدخل في متاهه واحده اخرى. الملف هذا لازم يتطوى آجلا أم عاجلا، يتطوى ثاني بأي وسيلة. وكالا كان تبقاو نتوما الملف هذا يبقى مفتوح، كاينه ناس عندها أغراض أنه يبقى هكا. وش هو الغرض منه؟ وش هو الغرض أنه يبقى الملف مفتوح؟
انا تبان لي باللي الملف كيعود بالطريقه هذه وحساس، ملف حساس هما سبحان الله. انت تاع المصالحه درت له حل، وهذا الملف نتاع الناس اللي خدمت في العشريه السوداء ما تقدرش دير له حل. هذا هو اصعب من حتى هو تاع المصالحه. الناس هذه راهي حتى هي كيضرب هاك شت الراي العام. الناس كانت معاك بالامس هاي تضرب هم في السجون. من هذا المنبر نطلب من السلطات العليا للبلاد أنها تطلق سراح هذا الناس هذا، لأنه هذا الناس موش ذنبه أنه عسكري. هذا إنسان كان في المؤسسة العسكرية وخرج. كيفاه تلقيني في قهوة قاعد هاساك ودو تقول لي عسكري سابق، تديني الحبس، راح نشارع على كلمة عسكري سابق. هاني في قهوة واللي يداوه من السبيطار واللي حي ما تصلحش. تثير تاز البلبلة في وسط الناس. هذا عسكري خي، ما كانش لابس لبسة واحدة أخرى، لابس اللباس العسكري اللي راك لابسو انت. هاي ما تصلحش حتى في وجهك، هاي ترجع إليك. هذو مهما يكونوا كانوا معاك في المؤسسة، حاربتو جنبا إلى جنب. اللي راهو اليوم كورونير ولا جينيرال ولا كانت الناس بكري كانوا معنا دي يوتنو، كان لي سي يوتنو كابيتان كوموندو، كان اللي توفى، كان اللي حي، كان اللي تقلد مناصب وحده اخرى، كاين ماهيش هكا. هي ترجع اليك ما ترجعش علينا احنا. ولهذا نحنا رانا نطالبوا السلطات انها تحاول تحل الملف هذا في اقرب الاجال، لانه قد ما يطول هاو كيطول هاوش خرج، هاوش كيطول هاوش خرج. نقطة بالنسبة للناس اللي كانوا اللي مقاجين، دليل التجنيد وش يقول باللي المادة 17 لا يجند إلا من كان متمتعا بالقدرات البدنية والنفسية والفكرية والمؤهلات المطلوبة. وهذا جواب صحيح، جواب على أنه كي دخلنا كنا صحاح. لسانو كنت ما تقبلنيش في العسكر. أنا تبان لي باللي هذو نقاط ولا ماهمش نقاط. مادام المادة 17 تقول باللي لازم يكون متمتع بالقدرات البدنية والنفسية والفكرية والمؤهلات المطلوبة، هذا يعني باللي احنا كي دخلنا نهار دول كي جاجينا معكم كنا صحاح بصحتنا ما بينا والو. يعني دخلت وانا بصحتي بكل كامل قواي العقلية. يعني هنا في الدليل نتاعك راك تقول باللي هذا الانسان هذا قبلته على الشروط هذه، سما رانا كل صحاح. النقطة الثانية، نطلب منكم تنصيب لجنة لتسوية ملف محاربي العشرية السوداء، لأنه حنا الملف مديناه، طلبتوا منا، عيطتونا، درتولنا روسونسمون، حسبتونا، دفعنا لكم ملفات، قلتولنا ديروا لنا ملفات مدنية، أنا نسويوكم، أنا كذا ديروا هيكون مختص، طبيب مختص، درنا لكم ملف، دفعناه، فتنا اللي فات اللي مازال ما فاتش هذوك يفوت. يعني بمعنى انك صاير المرحلة هذه كملتها، دوكا نطلب بتنصيب لجنة تفوت الملفات، لانه انت اللي حسبتني وانت اللي قلت لي. دوك هنا كي تشوف انت الازدواجية في المعاملة واش تولي تفهم باللي كاين ناس، كاين جهة بغات تسوي الملف وكاين جهة ماهيش باغية تسوي الملف. درك حنا ما فهمناش وش هو الاشكال، اللي هنا شكون اللي راهو كيعافس في الملف نتاع المشطوبين هذا. جهة تقول باللي لازم يتسوى وجهة تقول لا.
تسمى كاين ازدواجية في التعامل مع ملف المشطوبين. حنا دروك سبحان الله حنا ماناش واحد ما يستعملش الغباء معنا، هو شوية شوية هو واضحة ملف بغا يقعد شغلنا طونط، شغل بغيتو تستغلوا هذه الفئة هذه، هذا الناس اللي ماهيش باغيه تسوي، انا نهضر على الناس اللي ماهيش باغيه تسوي الملف تاع المشطوبين، تسمى خلاتو تستعملوا لأغراض ما. لانه لو كان عينك نتا عمالك باللي كان 100,000 والناس هذو كل الاغلبيه نتاعهم عندهم شويه النرفزه الزائده، بغيت تستغلو حطيتو ناطونط ماكش باغي تسويه، لو كان عينك فيه التسويه كانت ما تصراش هذا الشيء هذا. واحد يقول لك دير لي الملفات صاي حنا راح نسويكم سي بون، وواحد يخرج لك مني يقول لك احبسه وكاينه فيها ناس يمدوا لها صفر. وش هو المشكل هنا في هذه الحكايه هذه؟ فهمونا انتم عيطونا خلاص ومن بعد وليتو رجعتوا علينا ولا كيفاش؟ وش هو الحكايه؟ سما واحد يقول قاعد كي مدوا الجزر، ماهوش هكا. اذا يا جماعه انا نطلبوا بلجنه لتسويه ملف العشريه السوداء مع انشاء قانون اساسي بهذه الفئه يكون قابل للتجديد كل 10 سنوات، قانون خاص بالناس اللي خدمت العشريه السوداء. ما تقوليش او كاين قانون اللي درتو وحده، هذا قانون خاص بالعشريه السوداء، دير لي قانون اساسي خاص بالجماعة العشرية السوداء من 92 ل 2011 لجميع الفئات، لأنه هذا الناس مضرد. ما لا بارك الله فيكم، حاولوا تشوفوا الفئة هذه بعين الاعتبار. وكان نقطة باش نتوجهوا لها برك، مادام دفعنا الملفات، احنا بكري كي كنا نخرجوا من الثكنة ما كانش يفوتونا للطبيب الخبرة شوفوا ترى واش عندنا مرض ولا. هذاك الوقت هذاك كان الوضع الظرف تاع البلاد ما يسمحش. تسمعنا نهار الاول تدخل مجند يعطيوك القوانين، ونهار كي تخرج ما يطبقوش عليك القانون. في التجنيد بعد في الدليل تاع التجنيد اكتبها، زيدها النقطة هذه باللي كي تخرج راك راح تفوت على الطبيب. النقطة الثالثة، الإقرار بمرسوم رئاسي خاص بالمحاربي العشرية السوداء. الإقرار بمرسوم رئاسي خاص بالمحاربي العشرية السوداء والذين عملوا خلال سنوات الطوارئ 1992-2011. هذا القانون هذا مرسوم رئاسي يخطي المرسوم الرئاسي من رئيس الجمهورية خاص بالمحاربي العشرية السوداء سنوات الطوارئ، رانا نبقاو هك. ويتضمن قوانين تنظيمية خاصة بالحقوق المادية والمعنوية. هذا القانون هذا المرسوم الرئاسي يتضمن قوانين تنظيمية خاصة بالحقوق المدنية والمعنوية. رابعا، منح الصفة المعنوية حسب الفئات الأربعة: فئة محارب، فئة جارح الواجب الوطني، فئة معطوب الواجب الوطني، فئة شهيد الواجب الوطني. هذه الأربع فئات هذو
لازم تمنح لهم الصفة. حيث نؤكد أن قنوات الاتصال مفتوحة. نحن لا نخون. ولاؤنا للوطن. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وتحيا الجزائر. هذا هو اللايف اللي راح نديرو، وهذا هو الشيء اللي لازم الناس تسمعو، والنضال راه مستمر. وبارك الله فيكم.